شاطني وعيد يا شاطني. جيتيني باللقات جيتيني والوقت حماك جيتيني باللقات جيتي معطل لحظات واجني يا الحياة يا شاطني. قل لي عفاك يا شجال ستر مادن غاك جيتيني تاني تشعل النار ما صدقت طفات يا شاطني. جيتي تشعل جمغة كانت في القلب وبدا جيتي تاني باللقات يا شاطني. الإهمال الذي طال التراث المغربي وأعاده إلى قيمة القيم ساهم بشكل كبير رفقة العديد من الشخصيات كأحمد المعنوني وبوجميع وكذلك العديد من الشخصيات الأخرى في إعادة صياغة التراث المغربي إلى الجمهور والشعبية، وأخرجه خارج الحدود وإلى العالمية. وطوال سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات كان أحد الشخصيات المحورية في عالم السينما، واختتمها بسيرته الذاتية من جزئين الرحيل والألم، والتي نشرت في ذكرى وفاته، وهي نوع سردي فريد في كتابة الألم يتطرق بكل شجاعة إلى فصول رحلة الراحل ابن الراحل مع مرض السرطان وما يحمله من ثقل نفسي وثقافي آنذاك بكل شجاعة، وهو العمل الأول في الخزانة المغربية والمغاربية ليختتم الفنان ابن حادة مشواره الذي ابتدأه بين الرحيل والحدة، بين القرية والمدينة وأجواء الحي المحمدي من مدينة الدار البيضاء، مدينة التناقضات، وإعطاؤه قيمة مضافة للثقافة البيضاوية ككل والمغربية على العموم. إذن إخواني أخواتي، هذا الكاتب والمسرحي والمغني والملحن الكبير هو ذاك الطفل القادم بجذوره البدوية الذي ظل يحمل شيئا منها في اللاوعي ومحيطه العائلي، رحيلا بين المدينة كما قلت والقرية منذ أيام الصبا، وما اكتسبه من محيطه الثقافي الكثير من أشعار الزجل والحكي التراثي وما تحمله في طياته من حكم شعبية وتراثية قديمة، فهو الغيواني والمجذوب الذي تغنى بأشعار عبد الرحمن المجذوب وبوعلام الجلالي وابن الموقت المراقشي. كان الراحل يحب الكتابة والقراءة والبحث المتواصل في أعماق وجذور التراث الشعبي المغربي. يشتغل بالليل ويلازم بيته لمدة أسبوع أو أكثر، فكان قارئا وباحثا وكاتبا وملحنا، فما أن ينتهي من كتابة رواية حتى يبدأ في تلحين قطعة موسيقية. يحس بنوع من المتعة وهو في خلوة الكتابة مع الفن. تحمل إحدى أشعار أغانيه عنوان
قلت كلامي وغادي في حالي، وكأنه كان يودع عبر رسالة الفن التي ظهرت رسالة سامية في حنجرة وذاكرة وروح هذا الفنان المغربي الكبير. تحية له من منبرنا هذا، ونتمنى أن نكون قد أعطيناه حقه كذلك في قناتنا كأحد عظماء المغاربة والذي أدى الكثير لهذا البلد الحبيب. تحية لكم مرة أخرى، أتمنى أن نلتقي في موضوع آخر، سواء حول شاعر أو أديب أو مسرحي. متمنياتي لكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.